مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في الاجواء الحاره اللي احنا فيها دي وجو التلزيق. النهارده معانا بقى الايس كريم الجديد من ساليه سكري. ساليه سكري منزل ايس كريم جديد باطعمه جديده جدا، يمكن 4-5 اطعمه، منها العسل والطحينه والبقلاوه والحلاوه والقشطه والكريم كراميل والميلفي. طب ليه ما جبتلناش الميلفي والكريم كراميل؟ عشان يا استاذ يويو بالعافيه لما لقيت الطعمين دول كل ما اكلمهم لا خالص يا فندم، لا مفيش غير الحلاوه، لا مفيش غير عسل طحينه. ففي الاخر لقيت الاتنين دول، قلت اجيبهم على طول نصوروا نعمل بيهم فيديو، هو العسل والطحينه والبقلاوه. ان شاء الله المره الجايه هنلاقي الاطعمه التانية ان شاء الله. يحييني ويحييك ربنا. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني. هنجرب مع بعض يا بقى النهارده الايس كريم اللي هو من ساليه سكري، العسل والطحينه والايه البقلاوه. العبوه دي 500 جرام ب 150 جنيه، واي طعم موجود من الاطعمه الخمسه برضه 150 جنيه. ماشي؟ معرفش بقى كتير قليل، هنشوف. بس المفروض ان ساليه سكري جودته عاليه جدا. بص ايوه، يعني عبوه جميله جدا. بص دي تلف كده وبعدين طيب احنا بقى ايه عشان هي ماسكه اهو. ماشي، نفتح كده. بصوا ازاي سهله يعني. حلوه جميله تمام. شكله ايه بقى؟ ايس كريم شكله تحفه. في عسل اسود هنا وطحينه تحت باينين. يعني فوق ايه؟ ايس كريم. طيب دوق وقول لي عشان ايه انا ما بفهمش منك حاجه يا عم. يا سلام يا سلام. يلا ده ايس كريم ساليه سكري اللي هو بالعسل والطحينه. بسم الله. وقول لي حاسس بطعم ايه بالظبط بقى؟ حاسس بطعم عسل اسود بس. اه والطحينه يعني نص ونص. نص ونص. القوام بتاعه يعني مرن، يعني مش جامد. جميل، يعني فعلا عسل وطحينه جدا. بس اكنك جبت عسل طحينه دول حطيتهم في الفريزر، فطعمهم يعني واضح جدا جدا جدا. هات لي تاني، ده انا ايه رايك من الطعم؟ ايه رايك؟ تحفه. جميل، شكرا. حلو جدا صراحه، طعمه جميل واضح. تقييمك كام؟ 10 من 10. 10 من 10. انا تقييمي ليه 10 من 10. قوامه كريمي جدا، ممتاز طعم جدا. العسل الاسود والطحينه باينين جدا. لا ممتاز، مفيش فيه غلطه، سكره مظبوط، يعني تحفه. تحيا لي تحفه تحفه. سكري. نخش على تاني طعم معانا. ماشي، نخش على تاني طعم معانا وهو ساليه سكري ايس كريم بطعم ايه؟ البقلاوه. بقلاوه او بالتركي بقلاوه. تركي. ماشي، برضو نفس الطريقه. افتح بقى يا عم. انا وقت البقلاوه. هي دي؟ نو. ماشي، نفتح وبرضو نشوف اخباره ايه. مش عارف ايه طعم البقلاوه ده هيبقى عامل ازاي. اوبا. نفتح كده. في من فوق مش عارف ده ايه ده. ممكن ما دي قطع بقلاوه بقى. يلا اه. دوق كده وقول. من فوق وتحت. ده طبعا 500 جرام زي ما قلنا ب 150 جنيه. الله. ايس كريم بقلاوه. بسم الله. قول لي ايه الاخبار. البقلاوه دي ايوه اللي هي زي الجلاش كده شويه. تحفه. تحفه. فيها طعم حاجه معينه. دوق كده. فيها قطع البقلاوه اهو كتيره جدا. بسم الله. ايه ده؟ ايه؟ تحفه. تحفه. بقلاوه يعني بقلاوه متفتفته في ايس كريم، تحفه. وبعدين فيها طعم تقريبا شويه زي الجلاش. مكسرات كده، يمكن في فستق. انا مش حاسس. يعني مش عارف ولا ده احساس ولا ده ايه.
خلي كده كده مم. كده قطمة تانية أدوق كده لو في مكسرات. رهيب رهيب رهيب. تقييمك كام؟ 10/10. انا تقييمي ليه 20/10. ممتاز، تحفة، ابتكار، اختراع جديد، معمول مظبوط جدا، سكر مظبوط جدا، الطعم قوي جدا، مفيش فيه غلطة، مفيش فيه غلطة. ايه رأيك؟ كله تمام؟ حبيت من اكتر البقلاوة. بقلاوة. انا صراحة مش عارف اختار مين، ولا. الاتنين حلوين جدا، بس ممكن نقول يعني البقلاوة احلى سنة من العسل والطحينة، بس الاتنين تحفة. البقلاوة عليها عسل. في الاخر اذواق، بس حلو جدا جدا جدا، لازم تجربوه. ولو في فرصة وفي فلوس هنجيب الأطعمة التانية ونجربها مع بعض قدامكم ونشوف اخبارهم ايه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو انتعاش، فيديو ايس كريم واحساس بالبروده والطعم اللذيذ في الجو الحر ده من ايس كريم ساليسو كري. كنا معاكم من قناه يو عزازي. سيبكم اللي هو بيقولوه بقى، يو عزازي ومش عارف ايه، مع حبي واعتزازي. كنا معاكم من قناه محمد عزازي. باي 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 باي.